الحاج طه مثال لأهمية متابعة المياه الزرقاء. اتشخص من 7 سنين بالمرض واتكتب له علاج، ولكن طول الفترة دي ما كانش بيتابع وما يعرفش حاجة عن ضغط العين. المياه الزرقاء سرقت النظر من عينه اليمين وبقت دلوقتي لا ترى نهائي. العين الشمال العصب متأثر تماما، وبنعمل له عملية للحفاظ على المتبقي من العصب. ودلوقتي بنشيل المياه البيضاء التقيلة أوي اللي كانت موجودة جوه العين، وبنزرع العدسة داخل العين ونثبتها مكانها. وأخيرا بنعمل مسار دقيق جدا لمية العين من الداخل إلى الخارج، عشان تخرج كل ما الضغط يكون عالي، وحافظنا دايما على ضغط منتظم جوه العين. الحمد لله على سلامتك يا عم طه.